السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهرة رمضانية رائعة. الزمالك يفوز على مودرن سبورت بنتيجة 2-1 بعد ماراثون دام ل 120 دقيقة. أشغال شقة، شفت المسلسل بتاع أشغال شقة اللي بيجي في رمضان؟ هو الزمالك كده عمل في نفسه النهارده كده، دخل في نفسه في دوامة كان في غنى عنها. يعني الزمالك دخل في دوامة النهارده غنى عنها، ولولا تألق الحارس محمد صبحي كان الزمالك النهارده كان ممكن يتغلب في الشوط الثاني بالتحديد. فرص بالجمله ضاعت من مودرن سبورت رغم سيطره الزمالك معظم اوقات المباراه، وخاصه في الشوط الاول بشوف فرص كتيره جدا ضايعه من مصطفى شلبي. وانا بشوف مصطفى شلبي حرام تلعب في الزمالك يا مصطفى، حرام تلبس فانلة نادي الزمالك، لازم تمشي يا مصطفى. يعني واحد عندك زي عبد الله السعيد، وياما اتكلمنا عن عبد الله السعيد، انت متخيل 40 سنه وبيلعب 120 دقيقه برضه؟ بيلعب 120. عبد الله السعيد حاله خاصه كده، براند. عبد الله السعيد كده بقى براند بصراحه. عبد الله السعيد حاله خاصه جدا، وكل يوم عن يوم بيثبت ان هو حاله خاصه فعلا، اسطوره. عبد الله السعيد بصراحه عمل مباراه كبيره، لكن اللعيبه اللي حواليه مش مساعداه. وانا مش مع الزمالك ان هو يلعب 4-1. انت هتلعب بدونجا بس على الدايره، مشكله كبيره بصراحه. يعني انت شفت المساحات اللي ظهرت واستغلها النهارده علي زعزع، واستغلها احمد عاطف، واستغلها طبعا ايبا منسر في الشوط الثاني. عرف بصراحه عبد الحق بن شيخه ان هو يحاول ان هو يسيطر على وسط الملعب للزمالك حتى لاوقات بسيطه. وعرف ان هو ياخد وسط الملعب خاصه في الشوط الثاني. ده نتيجه ان الزمالك في حاله في نص الملعب، حاله توهان. لكن جروس بيسيرو عدلها في الشوط الثاني بصراحه، نزل فتوح عشان يوزن وسط الملعب ويفتح جبهه مع بنتايج عشان يعملوا جبهه كويسه جدا وينشطوا الجبهه دي. وطبعا شيكابالا نزل خلص، يعني شيكابالا نزل عمل حاجه، شيكابالا نزل خلص الكلام خلاص. يعني نزل حط الجول الثاني. التغييرات برضو في بعض النقط الايجابيه بصراحه عجبتني في المباراه النهارده، ان هو رجوع شيكابالا مره ثانيه للمشاركه في المباراه بعد بعده والمشكله اللي كان عاملها مع بيسيرو. ثاني حاجه طبعا ظهور محمد صبحي بالشكل ده، رغم ان هو ما بيشاركش، رغم ان هو بعيد عن المشاركه، وعواد اللي بيلعب وهو ما بيلعبش. شوف صبحي النهارده، يعني ثبات انفعالي، هدوء جدا، رغم ان في لعيبه في الزمالك في توتر عصبي بعد دخول المباراه ل 120 دقيقه، وعندك ماتش قدام النادي الاهلي يوم الثلاث، ماتش له حسابات خاصه قدام القمه. فانت دخلت نفسك في دوامه كنت في غنى عنها بصراحه. الزمالك يعني انت دخلت في نفسك في دوامه غير، كنت ممكن تخلص الماتش الشوط الاول